تخيل كده صديقي العزيز ان ارسطو وابن سينا والغزالي واينشتاين مستنييننا انا وانت علشان يجاوبونا على اسئله هنتفق عليها انا وانت دلوقتي حالا. جاهز تتفق على الاسئله دي؟ اوكي. هل الكون اللي احنا بنعيش فيه وبنتنفس هواه وبنعيش على ارضه وبنشوف نجومه هو كده على حالته ديت منذ الازل، ولا ليه بدايه؟ ولو ليه بدايه مين اللي بداها؟ اهو الله ام شيء اخر؟ بس على ما نوصل ما تنساش اللايك والشير وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، واشترك لو لسه بتفكر. ويلا بقى يا معلم عشان وصلنا. بما اننا انا وانت رؤساء المجمع ده، فلازم نحدد القواعد اللي هيتم بيها المناقشه دي. فهي مناقشه مهمه وصعبه هتحتاج لقواعد صارمه. المناقشه ديت فيها كلام فلسفي وفيها كلام علمي. مبدئيا كده المناقشه الفلسفيه هنقبلها كلها بلا استثناء، فهي فلسفه عقليه ومعلهاش حجر. اما بالنسبه للعلم فاحنا هنفرق في قبول كلام العلم بين الفرضيه والنظريه والحياه العلميه. واحنا هنا ما بنقبلش فرضيات علميه ابدا، لكن بنعتمد النظريات العلميه المعترف بيها فقط لا غير، واكيد الحياه العلميه. هعتبر ان انت وافقتني على اليات المناقشه دي يا صديقي، واعتبر برضو ان انت فكرتني بحاجه كنت هنساها، اني لازم انبه على الحضور ان اي سؤال هنساله لاي حد في المجمع الجميل ده فاجابته هتلخص افكاره وابحاثه في اجابه السؤال ده. وهنخلي الفلاسفه يتكلموا الاول وبعد كده العلماء التجريبيين. وده ليه؟ علشان كلام الفلاسفه يعتبر رياضه عقليه هتخلي تفكيرنا يتحرك من ثباته، وهتخليه مهيأ لاستقبال الراي العلمي. وخد بالك الترتيب بالزمن، تمام؟ يعني اول واحد هيتكلم هو اول واحد قال رايه في المساله دي، وبعد كده حسب الزمن بالترتيب تاني واحد زمنيا هيطلع يقول رايه وهكذا. اعتقد ان احنا كده حددنا القواعد انا وانت. جاهز نبتدي؟ يلا. شاورنا لارسطو فقام وقال ان الكون اللي احنا عايشين فيه مش هو اللي ازلي، ده كلام مش مظبوط، لكن الماده اللي اتصنع منها الكون هي اللي ازليه. الماده ديت انا سميتها في كتابي الهيولا. الهيولا ديت طالما كانت موجوده منذ الازل، والله برضو موجود منذ الازل، لكن الهيولا ديت فيها خاصيه مهمه جدا، وهي خاصيه عشق الله. العشق ده هو اللي خلاها تتحرك تلقائيا من نفسها علشان تصنع الكون دوت وحدها بدون اي تدخل من الله، وكل اللي كان على الله انه بس يثير حبها ليه. وده يبقى اخر كلام ارسطو في الموضوع ده. شاورنا انا وانت للطبيب الفيلسوف ابن سينا فقال هو فعلا الكون شيء موجود مع الله منذ الازل، زي ما النور موجود مع الشمس والحراره موجوده مع النار. وده ليه؟ علشان لما نقول ان الله خالق فده يعني ان الخلق صفه موجوده فيه منذ الازل. فلو سلمنا بعد كده ان هو خلق الكون في وقت معين كما يتصور معظم الناس هنقع في مشكله. طيب خلونا نفكر في الله قبل ما يخلق الكون. هو احنا ينفع ان احنا نسميه خالق وقتها؟ فاكيد لا، لانه لم يخلق الكون بعد، فازاي مش هنسميه خالقا في ذلك الزمن والمفترض ان الخلق صفه ازليه فيه؟ اذا فالمخرج من المعضله دي اننا نؤمن ان الكون ازلي مع الله لكن الله خالق. فازاي يكون ده؟ ببساطه كلمه خلق هنا لا تعني الخلق بالمفهوم التقليدي، لكن هي تعني ان الكون صادر من الله منذ الازل، بالظبط زي ما بنقول ان الشمس خلقت نور او النار خلقت حراره. ودي كانت نهايه حديثه في هذه المساله. شاورنا للشيخ ابو حامد الغزالي، وده من اهم علماء ومفكري المسلمين في العهد ده، وقال ان ابن سينا نسي صفه مهمه جدا لله، لو افتكرها كانت اتحلت معضلته. هو ثبت عن الله صفه الخلق لكنه نسي صفه الاراده. اكيد الله هو خالق منذ الازل، لكن هو برضه ليه اراده منذ الازل. الاراده ديت هي اللي خلته يخلق الكون في زمن معين اراد ان هو يخلقه فيه، وبكده يبقى القضيه اتحلت. وقعد الشيخ الجليل بشموخ، وقام بعديه ابن رشد وهو من فلاسفه المسلمين في الاندلس وقال تصور ابن سينا باطل، وكانه بيجعل الله خالق رغما عنه مش باختياره، زي الشمس تصدر نور رغما عنها ومش باختيارها. وبرضه رد الغزالي عليه كان باطل، فهو قال ان الله اختار بارادته خلق الكون في زمن معين، وده غير منطقي. فقبل ما يخلق الله الكون كان الله وحده يعيش منذ الازل، والازل زمن لا متناهي في الماضي. ولو قسمت الزمن اللامتناهي قبل خلق الكون الى ازمان فهتلاقي ان كل الازمان دي متماثله، مفيش فرق ما بين زمن منهم وزمن، ومفيش ميزه في زمن منهم عن زمن، كلها ازمان متماثله في سيل الزمن اللامتناهي. فالسؤال هنا لماذا اختارت اراده الله الازليه انها تخلق الكون في زمن معين منهم دون الاخر؟ ما الذي رجح للرب ان هو يخلق الكون في هذا الزمن بدلا عن الزمن التاني المماثل ليه تمام؟ هل ما رجح هذا الاختيار هو سبب خارجي؟ وده علشان لا شيء يؤثر على الله ولا على اختياراته. ساعتها انا وانت بصينا له باستغراب وقلنا له طيب يا سيدنا انت ابطلت كلام ده وكلام ده وفي الاخر برضه ما قلتلناش رايك.
فراح قايل ببساطة هم أثبتوا لله صفة الخلق منذ الأزل، لكن كل واحد منهم اتصورها بتصور خاطئ. والصح ان الكون ازلي، لان صفة الخلق عند الله ازلية، واقصد هنا الخلق الحقيقي بارادة الله، مش رغم عنه زي ما قال ابن سينا، وده لا يصح. وما اقصدش برضو ان هو خلقه في زمن معين بارادة ازلية زي ما قال الغزالي، لكن اقصد ان الله يخلق الكون في كل لحظة منذ الازل ولحد دلوقتي. فلو غاب عن الكون طرفة عين لانهار الكون كله. فقام شيخ الاسلام ابن تيمية احد اكبر مفكري المسلمين واهمهم، وقال تصوره ان ابن رشد نجح في ابطال كلام ابن سينا والغزالي بحجج جميلة واهنيه على كده، ولكن هو قعدنا مرة تانية لفكرة ارسطو ان الكون ازلي مع الله، الفرق بس ان هو خلقه عن رغبة منه، بل هو يخلقه في كل ثانية. يعني أبطل ما هو باطل ولجأ بدلا منه إلى باطل آخر. والحقيقة إن أقربهم للحق هو الإمام الغزالي لما اقترح فكرة الإرادة، لكن خطأه كان إنه تصور إن الله خلق الكون بها في زمن معين، وده باطل، وكان سهل على ابن رشد إن هو يبطله، لأن الأوقات قبل خلق الكون كلها كانت متماثلة ومفيش ترجيح لزمن عن زمن. فناقشناه وقلنا له طيب قول لنا يا سيدنا عن ما تراه حلا لهذه المعضلة. فقال إن الحل بسيط، الله خالق منذ الازل وده اكيد، لكن مفيش حاجه اسمها الكون موجود منذ الازل. فبصنا له باستغراب كده، طب ساعتها يا سيدنا هنقول ايه على الله قبل ما يخلق الكون؟ فرد علينا وقال لنا مين قالك ان الكون هو اول مخلوق؟ ولا اثبت في قران ولا في حديث، لكن اثبت ان الكون واحد من مخلوقات الله، وكان قبله اشياء تانية زي القلم والعرش. انت بتتصور ان الكون هو اول مخلوق علشان هو اللي حواليك وبتعيش فيه، لكن ده غير صحيح. لكن الله خلق قبليه كذا وكذا لحد ما نوصل لاول مخلوق، وقبل اول مخلوق كان الله وحده ولم يكن معاه شيء، كان ولا يزال متصفا بصفة الإرادة، لكن مش الإرادة اللي فهمها الغزالي، لكن الإرادة اللي ربنا قال عنها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني إذا أراد شيئا فإن هذا الشيء يكون مباشرة وفي الحال دون تأخير إلى وقت معين كما افترض الغزالي. فبعد أن كان الله وحده فشاء إن هو يخلق أول مخلوق، فانخلق أول مخلوق في التو والحال، ثم شاء أن يخلق ما بعده فانخلق لحد ما شاء الله أن يخلق الكون فانخلق الكون. واحد مننا أنا وأنت دلوقتي يجي يسأل ابن تيمية إن معنى اللي أنت بتقوله ده يا شيخنا إن مفيش خطة لله سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يريد فقط، أو بمعنى أصح ألا يخطط الله لأمور ستحدث في المستقبل في أزمنة معينة لتحدث مثلا؟ فيرد علينا ابن تيمية إن أكيد هناك خطة وهي بالفعل لا تتعارض مع كن فيكون، هي بس الخطة بتهتم بالأحداث اللي هتحدث مع ترتيبها، أما إزاي هتحدث فبعضها بيكون مخلوقات يخلقها بكن فيكون مثل آدم، وبعضها بيكون تقديرات يقدرها الله زي إخراج آدم من الجنة مثلا، وكل ده مكتوب في الخطة. فواحد مننا يسأله طب مين اللي كتب الخطة؟ هل الله هو الذي كتبها؟ فيرد ابن تيمية إن أول شيء خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش، ثم خلق بعده القلم، ثم قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب القلم كل ما هو سيكون إلى يوم القيامة، وكتب القلم الخطة كاملة، وتنفيذها بيكون بإرادة الله، أن يخلق كذا فينخلق في التو واللحظة، ثم يخلق كذا فينخلق، ثم يقدر أن يحدث كذا فيحدث، وهكذا حسب الخطة المكتوبة. سكت ابن تيمية شوية وبصلنا وقال هم بيفهموا الأزلية غلط. الأزلية الحقيقية هي ليست أزلية المخلوقات بل أزلية الأحداث، والأحداث أزلية لأن أفعال الله هي التي تحدثها، فالله يفعل كذا وكذا منذ الأزل، أفعاله أزلية لأنه أزلي. إذن كل إثباتاتهم الرياضية والغير رياضية عن الأزلية موجودة هي إثباتات صحيحة كلها، لكن هي لا تعني أزلية المخلوقات لكن أزلية الأحداث. أزلية الأحداث وهم كبير، ولو قلنا مين اللي خلق الإنسان هو الله، ومن خلق الله فهذا السؤال لا يصح، لأنه لا ينبغي لك إنك تبحث عن تفسير للتفسير، ولو قعدت تدور لتفسير على التفسير ثم تفسير لتفسير التفسير وهكذا إلى ما لا نهاية، فأنت مستحيل هتوصل في النهاية إلى تفسير أبدا، وبالتالي أنت مش هتلاقي تفسير للذي ليس له تفسير. وصلنا أنا وأنت ولقينا الجامع بتاع المرة اللي فاتت وسلمنا عليهم، وبما إن أنا وأنت رؤساء الجلسة دي فإحنا شاورنا الأول واحد اتكلم في المسألة دي، وهو أديب بالمناسبة واسمه إدجار ألان بو. فقام وقال أنا آسف جدا بس الصراحة أنا معرفش إيه دوري في المجمع الجميل ده، فكل اللي أنا قلته كان معتمد على خيالي فقط لا غير. أما بالنسبة لموضوع أزلية الكون فأنا في مرة من المرات تخيلت ونزل عليا الوحي في واحدة من القصايد بتاعتي اسمها يوريكا، فقلت بالظبط إن الله
خلق بإرادته شيء صغير، شيء أشبه بجسيم صغير، وبعدين انفجر الجسيم ده علشان تخرج لنا منه جميع جسيمات الكون ده. ولما خرجت الجسيمات دي بدأت تنجذب لبعضها البعض وتكونت مجموعات اسمها المجرات، وبعدين اتبعدت عن بعضها بسبب الانفجار الأول، ولغاية دلوقتي هي بتتباعد. وبعدين هيجي زمن وينهار الكون كله ويرجع الكون كله لذلك الشيء الصغير أو الجسيم الصغير كما كان في الأول. فقام اينشتاين لوحده من غير ما نقول له قوم يعني، ووقف بشعره المنعكش بنظرته الذكيه وقال: جميله قوي المناقشات الفلسفيه اللي انا ملاحظ اللي هي بتتعدل وتتصحح مع كل حديث، واكيد انبهرت بكلام الشاعر بو اللي مش عارف ازاي قدر يتخيل نظريه زي البيج بانج وتوسع الكون. واحنا وكل العلماء اللي في المجمع الكبير ده قعدنا عشرات السنين علشان بس نتخيل سيناريو منطقي ليها، وهو عمل كده قبلنا اعتمادا على خياله فقط لا غير. اما بالنسبه عن كلامكم عن ازليه الكون فده بيفكرني باكبر خطا ارتكبته في حياتي كعالم. بس قبل ما اتكلم عن الخطا بتاعي انا عاوز اقول ان الامر ده اخد مننا كعلماء تجريبيين جهد كبير لسنين كتير، زي ما خد من الفلاسفه ويمكن اكتر. فاحنا كعلماء كان بينا صراع علمي كبير على النقطه دي، هناك بدايه للكون فعلا ام هو ازلي؟ واكيد احنا حسمنا الجدال الكبير اللي قعدنا فيه سنين وسنين وحسمناه حسم علمي في الاخر. وده الصراحه كان ليه معايا قصه. سكت شويه اينشتاين وكمل: في يوم من الايام اتوصلت المعادلات النسبيه العامه اللي بتتسمى بمعادلات المجال، ولما توصلت المعادلات المجال دي كانت بتقول ان الكون اللي احنا فاكرينه ساكن ده بيتحرك، يا اما بيتوسع يا اما بينكمش. وكانت بتقول لي ان هناك قوه جذب ما بين الاجرام وبعضها، وهي قوه جاذبيه ومفيش قوه تانية بتقابلها. ولو صدقت المعادله هتصدق ان الكون الساكن الجميل اللي بؤمن بيه ده لازم ينهار على نفسه بفعل هذه القوه الجاذبه اللي بتجذب محتوياته بعضها ناحيه بعض. او ممكن يكون الحل ان الكون بيتوسع من البدايه هربان من سلطه الجاذبيه دي، لكن ايه اللي هيخليه يتوسع اصلا؟ بس ما لقيتش اجابه مناسبه على السؤال دوت للاسف. علشان كده انا احتلت على المعادلات حيله اني اضيف مقدار وهمي للمعادله وسميته الثابت الكوني، وهو بيعادل من الناحيه التانيه قوه الجذب دي بالظبط. وعملت كده علشان اخلي تصوري البدائي صحيح ان هو الكون ساكن ولا بيتوسع ولا بينكمش. سكت اينشتاين وعلى وشه علامات خجل كده طفوليه وكمل. وعدى شويه سنين وجالي واحد من الرياضيين الروس الموهوبين وهو الكسندر فريدمان، واثبت لي بالرياضيات ان معادلاتي بعد ما اشيل الثابت الكوني الوهمي منها فهي بتقول بوضوح ان الكون بيتوسع ولا ينكمش. لكن انا الصراحه فكست له وما اهتمتش بكلامه. وبعديها بشويه سنين جالي واحد تاني من بلجيكا وهو عالم وراهب في نفس الوقت وكان اسمه جورج لوميتر، وقال قدامي نفس الكلام اللي قال لي عليه الروسي. بصيت له من فوق لتحت كده وقلت له ان الكلام دوت سمعته قبل كده، والكلام دوت بالنسبه لي قديم وكمان ما شغلتش دماغي بيه. وصدموا رد فعلي، وصدموا كمان ان في حد فكر في الكلام دوت قبلي. وبص اينشتاين للومتر وشاور له حياه لانه كان من ضمن الجمع العلمي بتاعنا. وكمل اينشتاين وهو بيبص للراهب بامتنان، لكن الراهب ما استسلمش لكلامي وقال لي ساعتها على نظريته الجديده اللي بتقول ان الكون كان نقطه صغيره وانفجرت واتوسعت الشظايا من الانفجار وكونت كل الاجرام اللي احنا عارفينها وما زالت بتتوسع لحد النهارده. وده نفس الكلام اللي قاله لينا الشاعر ألان بو. وبمجرد رفضي للنظر في كلام الراهب ادعى عدم مصداقيه في جميع الاوساط العلميه، لكن هو استمر سنين بعديها وهو بيحاول يقنع الناس بنظريته ونجح فعلا، حتى ان العلماء ساعتها انقسموا لفريقين، فريق بيؤمن بكلامي والتاني بيؤمن بكلام الراهب. واللي فصل في النهايه هو اكتشاف صديقي الفلكي هابل، ومن الافضل ان انا اخليه ان هو يتكلم في النقطه دي. وقام الفلك الكبير الشهير هابل اللي بيتسمى التلسكوب الشهير باسمه، وكان راجل ملامحه بتدي احساس بالخطوره وبصلنا، وقال بعد اكتشافي بالتلسكوب الشهير لاول مره لاحظت وجود مجرات تانية غير المجره بتاعتنا. حسيت ان المجرات ديت قصدها توصل لي رساله وكانت عاوزه تقول لي حاجه مهمه. الصراحه في البدايه ما خدتش في بالي، لكن فجاه فهمت رسالتها ليه. ببساطه الضوء العادي لما بيتحلل لطيفه فتلاقي ان الطيف دوت ليه لون معين حسب طول الضوء الموجي. ممكن يكون لون الطيف دوت ازرق او اصفر او اخضر او احمر، فالضوء اللي ليه طول موجي اكبر فبيظهر عند التحليل طيف احمر، والضوء اللي ليه طول موجي اقصر بيظهر عند التحليل طيف ازرق. ولما حللت الضوء اللي بيجي لنا من المجرات التانية لقيت ان طيفه لونه احمر، ومع الوقت بيتجه ان هو يكون اكبر
واكتر احمرار. ودلني ده ان الضوء الاتي من المجرات طوله الموجي بيتزايد مع الوقت، وما كانش فيه تفسير تاني غير معنى واحد وملوش تاني، ان النجم اللي بيصدر الضوء ده فهو في الحقيقة بيبعد عنا، وكلما ابتعد عنا زاد الطول الموجي، وبالتالي بيظهر طيفه اكتر احمرار. وكانت المشاهد ديت صحيحة في جميع الاتجاهات. وعملت التجربة ديت على 40 مجرة حوالينا، وكل مرة اخرج بنفس النتيجة. وهنا فهمت الرسالة اللي بتقولي عليها كل النجوم والمجرات اللي انا راقبتها، وهي في الحقيقة بتبعد عننا. وشاور هبل على اينشتاين وكمل. وبسرعه اتصلت بصديق اينشتاين علشان يزورني في المرصد بتاعي، ووريته تجاربي وقلت له ان الراهب طلع على حق في كل كلمه قالها، وان الكون بتاعنا بيتوسع فعلا. وعلشان اينشتاين رجل علم حقيقي، فاعترف ان حكايه الثابت الوهمي الكوني ده كان اكبر خطا ارتكبه في حياته كلها، واعترف فعليا ان كنا بيتوسع، وانه كان شيء صغير وقعد يكبر فيكبر، ولغاية دلوقتي ما توقفش عن الاتساع او عن الكبر. ودي كانت اول مشاهدة بتدعم نظرية البيج بانج، واللي كانت وقتها لا تزال فرضية. وهنا بصينا انا وانت للراجل الروسي تاني، وهو كان لابس نظارة وكان بيسرح شعره على اليمين. وده يا جماعة هو جورج جيموف، الفيزيائي الروسي اللي قام وقال بشيء من العصبية. الصراحة ما عجبنيش كل اللي حصل في الاوساط العلمية، ان نظرية البيج بانج ما لقتش الدعم الاعلامي المناسب حتى كمان بعد مشاهدات هابل، لان كان على العكس كان في فرضية تانية بتواجهها. ومش بس كده، دي كانت كمان مدعومة اعلاميا بشكل كبير، وهي نظرية الحالة الثابتة اللي اتحفنا بيها فريد هويل، اللي كان خبير في الدعاية لفكرته في كل مكان. والفرضية ديت بتقول ان الكون العظيم موجود منذ الازل زي ما هو، وعناصره بتجدد نفسها باستمرار في النجوم بفضل حرارة النجوم العالية جدا، اللي بتسمح لكل عناصر الجدول الدوري ان يتكون بعضها من بعض عنصر عنصر. ودور جيموف بعينه على هويل لكن ما لقوه. الظاهر كده شكله كان عاوز يعمل معاه حكايه، بس ما علينا. هو راح بص لينا وكمل. هويل كان دايما بيتريق على نظريه البيج بانج على طول وبشكل مستمر، لكن هو ما كانش يعرف ان تريقته دي خدمت البيج بانج خدمه عظيمه. وانا فاكر لما كان في المقابله على الراديو لما اتريق على الانفجار وقال ان الكون ليس كفتاه راقصه بتخرج من الكعكه كالبيج بانج. ودي كانت دعايه ظريفه جدا وقتها بالنسبه للناس، دعايه خلت اسم البيج بانج يلزق في الفرضيه وبقى اسمها فرضيه البيج بانج. لكن الخدمه الحقيقيه اللي قدمها لي كانت سخريته برضو من الفرضيه في احدى المقابلات لما قال ان لو كان في انفجار حدث فعلا فليبحثوا لنا اذن على بقايا هذا الانفجار. كلمته ديت نورت لمبه جوه دماغي، وقلت لنفسي فعلا لو كان في انفجار فعلا كان المفروض يبقى فيه بقايا للانفجار ده. وقلت لنفسي ان طالما في انفجار حصل في حرارة عالية جدا في الماضي فلازم يتبقى اليوم منه بعد مرور 14 مليار سنة اي اشعاع قابل للقياس. سكت شوية وبعدين قال: واعتمادا على حساباتي وقتها اثبتت ان الشعاع دوت لو هو موجود دلوقتي فهتكون درجة حرارته تقريبا 3 درجات مطلقة. وايامنا للاسف ما كانش فيه اجهزة قياس تقيس الاشعاع اللي افترض، وعلشان كده كل الكلام بتاعي ما اتخدمش علميا زي كلام هويل اللي كان متصدر بفكرته اعلاميا، رغم اني انا الصح. وفي الوقت دوت كان لازم يقوم 2 مهندسين يقعدوا يتكلموا وخدوا جايزة نوبل كده بالصدفة، مع انهم مالهمش دعوة بالليلة ديت من اولها، لكن سبحان المعطي بقى. والمهندسين دول كان اسمهم روبرت ويلسون وارنولد بنزاس. فقام ويلسون وقال: يابا احنا ولا لينا في الفيزياء ولا لينا في الفلك، انما احنا 2 مهندسين غلابه بنشتغل في مختبر لاحد شركات الاتصالات، وكنا بنقوم بتجربه خاصه بالنسبه للاتصال اللاسلكي. بنت شركتنا علشان التجربه ديت هواء عملاق للتواصل مع احد الاقمار الصناعيه الاولى. التجربة ديت من غير ما نقصد اثبتت بما لا يدع مجالا للشك حدوث البيج بانج، وخدنا بسببها جائزة نوبل في الفيزياء. والفكرة ببساطة ان احنا ما بصيناش للفضاء بالتلسكوب العادي، لكن بصينا له بالهوائي اللي كنا شغالين عليه وسميناه الراديو تلسكوب. فلما بصينا للكون لقينا صوت مزعج جاي من كل مكان وكل حتة في الفضاء، نوجه يمين نوجه شمال، نفكه ونركبه تاني ونغسله بالمية بالصابون ونهزه نرجه، مفيش فايدة. نفس الصوت هو صوت بيجيلنا على شكل موجات مايكروويف في كل مكان في الفضاء. وكل اللي ركب الراديو تلسكوب قبلنا نفض للصوت وفكس له وما ادالوش اي اهتمام، لكن احنا حسينا ان الحوار دوت فيه حاجه مهمه، واتاكد لنا ان الصوت دوت ولا بيجيلنا من قمر صناعي ولا اي شيء محسوس. الصوت دوت بيجي من الكون نفسه. وراح مكمل صاحبه بنزاس وقال: على طول ما كتبناش خبر، وعلى طول رفعنا سماعة التليفون على جامعة بيرنستون وقلنا لهم على اكتشافنا، وتبين ليهم اللي احنا اكتشفنا بكل الصدفة اللي في الدنيا بقايا الاشعاع الخلفية الكونية اللي كان بيتكلم عنه
جورج جيموف من 20 سنة. الموجات ديت اللي اتشكلت على جهازنا على شكل صوت مزعج كانت الحقيقة صادرة من الفوتونات القديمة اللي ناتجة من البيج بانج. احنا سميناها اشعاع الخلفية الكونية. وفرضية جيموف كانت بتقول ان الفوتونات قعدت تخفت مع مرور الزمن وتقل طاقتها شوية بشوية، وقال ان حرارة الفوتونات بعد مرور كل السنين دي ممكن تبقى 3 درجات مطلقة. وكمل ويلسون وهو بيبص لجيموف: احنا رصدنا الموجات ديت ولقيناها فعليا 2.7 درجة، يعني اقل ربع درجة عن كلام جيموف. وكانت دي اقوى مشاهدة تجريبية اثبتت الفرضية وخلتها حقيقة علمية، وكمان هزمت كل الفرضيات اللي منافسة ليها. نظرة انتصار كبيرة على وش جيم. وراح مكمل ويلسون وقال: وبسبب الاكتشاف دوت حصلنا بكل الصدفة اللي في الدنيا على جائزة نوبل. لكن كان في مشكلة كبيرة وقفت قدام النظرية، مشكلة في نفس الاشعاع اللي كانت درجة حرارته هي في كل حتة في الكون، وده لا يتفق مع طبيعة الكون الحار في أماكن والبارد في أماكن تانية. وما كناش عارفين ليه الإشعاع يرسم صورة مختلفة للكون عن حقيقته. والعلماء قعدوا ساعتها كل واحد يقول رأيه. واحد يجود يقول لك الشعاع دوت اكيد مش من الانفجار، وواحد يقول لك ان دوت من احد النجوم القريبه، وواحد يقول لك ان الشعاع دوت اساسا ما بيعبرش عن الكون، الشعاع ده كذاب. وده كان اول وتد هدد بسقوط النظريه كامله. ومره واحده ساد احباط عام ما بين الحضور. وكمل بنزاس وهو بيضحك: وكانت المفاجاه لما بعتت ناسا مركبه فضائيه مخصوص لقياس درجة حرارة الموجات ديت عن قرب. احتمال تلاقي عدم تجانس في درجات الحرارة لأماكن عن أماكن وتنقذ النظرية. وكانت المفاجأة، وبالفعل كشفت المركبة عن وجود اختلاف في درجة الحرارة لأماكن عن أماكن. ومش كده وبس، ده كمان اتمكنت لرسم خريطة حرارية للكون بناء على اختلاف درجات الإشعاع. وإحنا كنا على حق من البداية، الشعاع ده أدق شيء بيعبر عن الكون. ومش كده وبس، الشعاع ده هو خريطة الكون كله. وبعدين جه الإثبات الأخير للنظرية لما تم اكتشاف إن كثافة الكون متجانسة في جميع أنحائه. فلو بصيت للناحية اليمين من الكون وبعد كده بصيت للناحية الشمال اللي المفروض تبقى بعيدة جدا عنها، فأنت بالفعل هتلاقي نفس الكثافة. وده معناها حاجة واحدة بس وملهاش تاني، إن النقطتين، النقطة اليمين والنقطة الشمال، كانوا عايشين مع بعض في زمن معين في نفس الظروف. وده نفس كلام نظرية البيج بانج اللي بتقول ببساطة ان كل مناطق الكون كانت موجودة مع بعضها في وقت واحد في حتة واحدة، وعلشان كده هتلاقي كثافة الكون واحدة في كل مكان في الفضاء. وده يا صديقي كان اكبر انتصار للنظرية، وتم اعتمادها بالفعل كحقيقة علمية ان الكون بالفعل ليس ازليا وكان ليه بداية. وهنا قام اينشتاين بدون استئذان زي كل مرة وحب يحط التاتش بتاعه وقال: انا فعليا بحب اضيف اثبات علمي ان الكون بتاعنا مستحيل يكون ازلي. العناصر المشعة اللي في الكون، والنظرية ديت اسمها نظرية القصور الحراري. نظرية البيج بانج هي الاساس اللي بيتبني عليه جميع ابحاثنا لاكتشاف باقي الغاز الكون. وفي النهاية هي لسه ما قالتلناش بحقيقة لحظة الصفر، وما عرفتناش هو ازاي حدث الانفجار. وعلشان كده بنى العلماء معمل كبير في سويسرا، ومهمته ان هو يحاكي نفس ظروف البيج بانج علشان بس يتمكنوا من فهم اللحظة الاولى. وكمل بشوية دعابة انا كنت متابعهم كويس وانا في تربتي. وبكده نوصل. السلام عليكم. على مدار الحلقتين اللي فاتوا احنا فتحنا موضوع مهم وشائك، وهو ما هو رأي الفلاسفة والعلماء في معضلة خلق الكون، وهل هو اتخلق من العدم وصدفة، ولا في خالق قدير خلق الكون كله بكلمة واحدة منه. والنهاردة بعد ما استعرضنا رأي الفلسفة والعلم على مدار الحلقتين اللي فاتوا، ما بقاش فاضل لنا أنا وإنت غير المناقشة اللي هتحط النقط على الحروف في المعضلة دي. جاهز؟ طب يلا بينا. بس قبل أي حاجة اعمل كوباية شايك الجميلة واخبط اللايك والشير واشترك لو لسه ما اشتركتش. بس يا ريت نوصل الحلقة ديت ل 500 لايك علشان فعلا انا تعبت في تجهيز الموضوع ده، فمش هتكسف منك. فاقل تقدير يا شباب انك لو استفدت ولو بمعلومه واحده فما تبخلش عليا بالدعم المناسب. ويلا بينا نبتدي المناقشه. تعالى كده يا صديقي نتابع ايه اللي حصل من بدايه نشأة الكون واحده واحده، ونشوف امر الصدفه من عدمها. مبدئيا كده قبل خلق الكون كان العدم واللا شيء حرفيا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ومن العدم دوت ظهرت نقطة صغيرة قعدت تكبر شوية بشوية، وظهرت من اللا شيء في اللا شيء. العلم الثابت بيقول ان الكون بدأ فجأة، بدأ كطاقة ساخنة متجمعة في جزء صغير جدا، وبعدين ابتدى الجزء الصغير دوت يكبر شوية بشوية، وكل ما كان بيكبر كان برضه بيبرد شوية بشوية. العلم يا صديقي ما يعرفش مين اللي اوجد الطاقة الساخنة دي، ومين اللي خلاها تكبر في الحجم، ومين اللي وضع هذه الطاقة الساخنة الرهيبة اللي لو اتحولت لكتلة هتعادل كتلة الكون كله. فالسؤال هنا،
مين اللي اوجدها بعد ما كانت لا شيء؟ العلم بيقولك مش عارف، قالك صدفة. لكن الصدفة في الأول وفي الآخر بتخضع لقوانين الفيزياء، بس دي معجزة يا صديقي علشان هي طاقة نشأت واتوجدت من العدم. قوانين الفيزياء بتقولك بصرامة إن الطاقة لا تستحدث من العدم، ولو اعتبرنا إن هي صدفة يعني هتبقى أحلى صدفة دي ولا إيه؟ ما علينا، خلينا نكمل. النقطة ديت بعد ما كبرت شوية بشوية وبردت شوية بشوية اتحولت ساعتها لكتلة، وابتدت تظهر نقط ملونة جواها، والنقط ديت عبارة عن جسيمات ومضادات الجسيمات، والجسيمات ديت هي عبارة عن بروتونات والإلكترونات والنيوترونات ومضاداتها. ومرة واحدة حصلت خناقة ما بين الجسيمات ومضاداتها، فابتدى يهجم بعضها على بعض ويتصدم بعضها ببعض فيفني بعضها بعض. طب ليه الجسيمات ديت بتتخانق مع بعضها؟ تعال نشرح. أي طاقة ساخنة في الدنيا لما بتبرد بتتحول لكتلة، بينتج عنها عدد متساوي ما بين الجسيمات ومضادات الجسيمات. لكن الغريب اللي حصل الطاقة الأولية اللي ابتدى بيها الكون هو إن عدد الجسيمات كانت أكبر بجسيم واحد من الجسيمات المضادة. يعني لكل مليار جزيء مضاد كان بيقابله مليار جزيء زائد واحد، فالمليار يضرب في المليار فيفنوا بعض، فاللي بينجو من الحرب دي كلها هو جزيء عادي واحد. الجسيمات الناتجة ديت هي اللي اتطورت بعد كده وشكلت مادة الكون اللي احنا شايفينه دلوقتي. فالشاهد هنا يا صديقي العزيز ان الجسيمات هنا كانت اكبر من مضاداتها من البداية، ولو كانوا متساويين في العدد زي ما كان مفروض فيزيائيا لأفنى بعضهم بعض وما كانش هيبقى في اي جسيمات لتشكيل هذا الكون. فهي حلو يا جميل ازاي تم خرق قوانين فيزياء الجسيمات فتخرج لنا الطاقة الساخنة كمية اكبر من الجسيمات عن مضاداتها. فقال لك برضو صدفة. طيب يا صاحبي، الصدفة بتتبع القوانين الفيزيائية، فأما ما يخرج عن القانون فهو معجزة بالتأكيد. فبرضو قال لك احنا برضو ما وصلناش للسبب. وبرضو هقول المهم وما علينا، يلا بينا نكمل. اللي هقولك دلوقتي هو أغرب شيء واجهه العلماء حرفيا. بعد ما هابل اكتشف إن المجرات بيبعد بعضها عن بعض، اكتشف كمان شيء غريب. اكتشف إن مش بس المجرات بتبعد عننا، لكن هي كمان بتزيد من سرعتها لما بتبعد، وكأنها بتدوس بنزين وباستمرار وهي بتبعد بسرعة محتمل ان هي توصل لسرعة الضوء. واتضح ان في شيء اكبر من التوسع العادي بيقاوم الجاذبية، شيء متصارع بسرعة بيخرق معاها قوانين الفيزياء. لولا وجود الشيء ده لانجذب الكون على بعضه وانهار على نفسه، شيء لم يفهم العلماء ماهيته لحد النهارده وسموه الطاقة المظلمة. ومش بس كده، المثير في الموضوع فعلا ان التسارع الرهيب اللي بتعمله الطاقة المظلمة لو كان اسرع بشويه قليلين بس لما سمحت سرعته للمجرات انها تتكون من الاساس، ولو كان ابطا شويه صغيرين لسحقته قوى الجاذبيه وكان انهار على نفسه. علشان كده احنا لازم نؤمن ان في هنا صدفه سعيده جدا قررت ان مقدار الطاقه المظلمه يبقى مظبوط قوي بالشكل ده، على القدر ان هو يسمح للكون ان هو يتكون. واحد عبقري كده دلوقتي يسالني يقول لي: عم سقراط، ايه اللي يخلي الكون يجذب نفسه لنفسه من الاساس؟ هقول لك هي قوة الجاذبية يا صديقي. حسب نسبية اينشتاين فبيقول لك ان كل ما كان الشيء اكبر كتلة واكبر كثافة فهيجذب الاشياء اليه بشكل اقوى، وعلشان كده الكواكب بتمسك اقمار والشموس بتمسك كواكب وبتمسك النواة الالكترونات. والغريب اكتر يا صديقي ان مقدار المادة في الكون حاليا بينتج عنه جاذبية كلية اضعف من قوة تسارع الطاقة المظلمة، ولو كان مقدار المادة اكتر شوية لازدادت الجاذبية الكلية واتغلبت على قوة تسارع الطاقة المظلمة وانهار الكون على نفسه. وما اسعد الصدف تاني اللي خلت مقدار المادة اللي نشأت في بداية الكون هو هذا المقدار بالظبط الذي تنتج عنه جاذبية مقدرة بالظبط لتسمح للطاقة المظلمة انها تكون اقوى منها فلا ينهار الكون على نفسه. فهقول لك والله يا شيخ يا محاسن الصدف. بس يلا نكمل وبعد كده نبقى نشوف امر الصدفه من العدم. بعد ما الجسيمات والجسيمات المضاده افنوا بعضهم بعض، الجسيمات الناجيه العاديه هي اللي فضلت، فراحت عامله لك اول عنصر يتكون منه 3/4 الكون. ذرته فاضيه ما فيهاش غير بروتون واحد والكترون واحد بيدور حواليه، وعلشان كده بنقول ان ده اول عنصر يتكون في هذا الكون. الذره دي هي ذره الهيدروجين، وبعديها ذره الهيدروجين دي اللي بتحتوي على بروتون واحد والكترون واحد. نفس البروتون اللي جوه الذره عمل علاقه حب ما بينه وما بين جسيم تاني وهو النيوترون فجذبوا اليه. بس يا صاحبي، بعد النيوترون الدخيل دوت الذره ما بقتش هيدروجين، لكن هي بقت نظير بيدعى الديوتيريوم، في بروتون واحد وفي نيوترون واحد. وبعد ما اتنشأت ذرات الديوتيريوم نشأت برضو علاقه حب ما بين البروتون واخوه البروتون، فالبروتون جذب إليه البروتون بقوة من ذرة تانية، فانجذبوا الذرتين لبعضهم وكونوا ذرة جديدة خالص وهي اسمها الهيليوم.
العالم الكبير نيلز بور قال لك ان علاقة الحب الكبيرة اللي ما بين البروتون واخوه البروتون وما بين البروتون والنيوترون هي قوة جذب شديدة. القوة ديت سماها العلماء القوة النووية القوية، وهي أقوى من أي قوة تانية، قوة هتأدي لانفجار أنت عمرك ما هتقدر تتخيله. ولو لمينا الجزء اللي فات دوت في السريع، احنا بدأنا بالهيدروجين اللي سحب لنفسه نيترون وبقى ديوتيريوم، واللي سحب لنفسه بروتون من ذرة ديوتيريوم تانية فأصبح هيليوم. ودلوقتي الهيليوم لو أراد إن هو يكون ذرة جديدة فهيسحب بهذه القوة نفسها اي بروتون من اي ذره هيليوم ضاله علشان يكونوا لنا ذره تانية فيها 4 بروتونات و4 نيوترونات، وهي ذره البريليوم. والبريليوم يتحول لكربون بعد سحبه مكونات ذره هيليوم جديده، والكربون يتطور بفعل القوه ديت الى اكسجين وهلم جره لحد اخر الجدول الدوري. فلو بصينا هنلاقي ان الهيدروجين هو اساس تكون جميع العناصر دي. لكن العلم يا صديقي التحولات اللي بتحصل في الذرات دي ما بتتمش الا في درجات حراره عاليه جدا جدا، وعلشان كده الحوار دوت ما بيحصلش غير في النجوم اللي زي الشمس بتاعتنا. فكل عناصر الكون بتتكون داخل النجوم ثم تلفظها النجوم الى الفضاء، وهنا بقى بتسحب الكواكب العناصر دي، وهو ده هو مصدر العناصر في اي كوكب في الدنيا. تمام؟ اوكي؟ متفقين؟ قدر العلماء القوة الخاصة بالهيدروجين 7 من 1000، ولو كانت 6 من 1000 مثلا ما كانش عرف بروتون ذرة الهيدروجين ان هو يسحب نيترون تاني من ذرة تانية، وما كانش تكون هيليوم ابدا، وما كانش تكون اي عنصر تاني في العالم، والكون كله كان هيبقى عبارة عن هيدروجين فقط لا غير. ولو كان بمقدار 8 من 1000 مثلا كان بروتون الهيدروجين هيبقى شره جدا لسحب اي نيترون حواليه، وبقى كل الهيدروجين اللي في العالم كان هيبقى هيليوم، وما كانش هيبقى فيه اي هيدروجين في الدنيا، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه ميه، وبالتالي ما كانش هيبقى فيه حياة. فبرضه يا محاسن الصدف اللي خلت القوة النووية للهيدروجين هو 7 من 1000 بالظبط، وهو المقدار المناسب لتشكل الحياة. طيب حاجة كمان، العالم الكبير فريد هويل اتعجب من 3 ذرات تحديدا، وهم التطورات الثلاثة الأولى للهيليوم في باطن الشمس، وهم البريليوم، الكربون، الاكسجين. قال لك ايه بقى يا معلم الراجل ده؟ احنا لو نحينا الهيدروجين بس شوية وما فكرناش فيه هنلاقي ان البريليوم والكربون والاكسجين موجودين في الكون بوفرة هائلة اكبر من جميع العناصر التانية، واللي تعتبر نسبتها قليلة جدا مقارنة بيها. وسر تعجبه ان العناصر ديت سيناريو تكوينها هو غير مفضل كيميائيا بالنسبة للهيليوم، ومحتاج لحرارة عالية وظروف معينة، ورغم كده ان الكربون والاكسجين بالذات موجودين بوفرة كبيرة جدا جدا في الكون، وكأن هذا التفاعل هو المفضل وحده. وعلشان كده تنبأ هويل ان العناصر دي عندها مستويات طاقة متقاربة جدا جدا عن بعضها بتخلي التفاعل ده هو المفضل لذرة الهيليوم، وبالفعل تم اثبات نظريته بعد سنين من وفاته. ال4 عناصر هم دول بس اللي مستوياتهم متقاربة جدا علشان تخلي الهيليوم يفضل اللي هو يتطور لبريليوم، والبريليوم يفضل اللي هو يتطور لكربون، والكربون يفضل ان هو يتطور لاكسجين، ويكون لهذين العنصران الافضليه، وهم دول بالذات العنصرين المكونين للحياه عموما مع الهيدروجين. فهي محاسن الصدف اللي تخلي من 118 عنصر في الجدول الدوري انه يفضل 4 عناصر بس في الجدول الدوري اللي يخلي مستوياتهم متقاربه علشان ينشأوا ويطوروا بعضهم البعض. وسبحان الله العناصر دي بالذات هي اللي مسؤولة عن إنشاء حياة. والله صدفة سعيدة قوي يا أخي، حتى الإلكترونات سالبة الشحنة بتدور حول النواة طول الوقت، والشيء اللي بيخليها ممسوكة جوه مجال الذرة حاجة اسمها القوة الكهرومغناطيسية. والقوة المغناطيسية دي ليها مقدار معين في الكون ده، لو كانت أضعف شوية كان طارت كل الإلكترونات بره مجال الذرة، ولو كانت اقوى شويه لامسكت النواه بالالكترونات بتاعتها بقوه شديده جدا، وما كانتش الذرات اجتمعت علشان تكون جزيئات، وما كانش حصل اي تشارك بين الذرات. فبرضه يا محاسن الصدف اللي تخلي القوه الكهرومغناطيسيه مظبوطه بالحد دوت ما بين البروتون والالكترون على القدر اللي يخلي جميع ذرات الكون تتشارك وتتجمع. طيب تعالى نعمل اختبار صدفه سريع كده. احنا عندنا معلم 200 ثابت بيكونوا الكون اللي احنا عايشين فيه، وهنجيب ظهر، فتخيل كده لكل ثابت من ال 200 ثابت ظهر. فلو رمينا ال 200 ظهر فتخيل كده عندك كام احتمال علشان ال 200 ظهر ينزلوا على الارقام الصحيحه صدفه علشان تكون الكون اللي احنا عايشين فيه وحوالينا وانشاء حياه. طيب بلاش، احنا هنكون اكثر تواضعا، سيبك من الارقام الكبيره دي. ايه رايك لو هنرمي قطعه نرد او ظهر علشان تمثل الكام ثابت اللي احنا شرحناهم النهارده، وهم بس 7 ثوابت، مش كتير يعني. تخيل كده 7 ثوابت ب7 صدف سعيده. لو رميت ال7 قطع ظهر دول
ايه احتمالية ان انا احصل على الارقام السعيدة الصحيحة من اول رمية؟ بحسبة بسيطة كده خليني اقول لك ان ما بين 280 الف محاولة فانا هنجح مرة واحدة بس، ودي الحقيقة كما ترويها لنا الرياضيات. لكن يا بطل، اللي حصل في الكون بتاعنا انه اتنشأ من المرة الاولى ومن المحاولة الاولى، وما كانش فيه 280 ألف مرة يجرب حظ فيهم، لأنه لو فشل مرة سينهيها بلا رجعة. لكن يا صديقي، اللي حصل هو انفجار واحد حصل مرة واحدة، فأخرج كل الأرقام الصحيحة المظبوطة تماما وكمان المطلوبة لإنشاء حياة. فمن الآخر الكون دوت يستحيل علميا ورياضيا وفلسفيا ومنطقيا إنه يكون اتنشأ صدفة. فمن الآخر يا وحش أي ملحد هيشوف الفيديو ده، فبعد اذنك احنا اتكلمنا فلسفيا واتكلمنا علميا واتكلمنا رياضيا وتقريبا كده صديقي كش ملك. فحضرتك لو عاوز تفكر وتوصل للحقيقه، فانا على الاقل ناقشتك في الموضوع بكل تفاصيل، ولو لسه ناقصك حاجه ارجوك دور وكملها. اما الشباب اللي اصلا مش عاوز يدور، فحضرتك للاسف عاوز تتحرر من اي قيود تخنقك عن شهواتك واي تشريع يعيقك علشان تعمل اللي انت عاوزه. اكتبوا لي في التعليقات كش ملك ولا مش كش ملك، اقتنعتم ولا لا. ورمضان كريم وكل سنة وانتم بألف خير.